السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم انتوا وكل حبايبكم، يا رب ينعاد عليكم بخير. دلوقتي هنعمل مع بعض احلى صينيه رقاق طري. الرقاق اهو انا لسه خبزاه دلوقتي حالا سخنه، ميه ودقيق ومعلقه زيت واحده حطيتها على الميه، معلقه زيت واحده، لو مش عايزه تحطيها ما تحطهاش، يبقى ميه ودقيق وخلاص. زي ما انتوا شايفين كده، وخبزته على عين البوتاجاز، بسم الله ما شاء الله، تحفه. ومعانا هنا هنعملها النهارده بالفراخ. انا معانا هنا صدر فرخه، صدر واحد بس، قطعته زي ما انتم شايفين كده، بس ما فرمتهوش، حابه تفرميه براحتك. ومعانا هنا بصلايه كنت فرماها ومجمداها في الفريزر كده. ومعانا هنا البهارات بتاعتنا، رشه توم باودر، رشه بصل باودر، من كل حاجه نص معلقه. بهارات لحمه، فلفل اسود، كاري، كركم، كل ده مهم جدا. الكاري ما تكتروش منه كمان، عشان ان احنا كمان حاطين فلفل حامي. ومعانا هنا فلفل الوان، فلفل حامي على بارد، وطماطمايه صغيره شايله القشر منها ومقطعاها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. ومعانا هنا جبن شيدر مبشوره كده، بس لو حابه تستغني عنها براحتك. ومعايا اللبن اللي احنا هنعمل منه التشريبه مع الشوربه ان شاء الله، هيعجبكم جدا. هنشوف الاضافات اللي احنا هنضيفها على اللبن لما نيجي للمرحله ديت. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هناخد الفراخ بتاعتنا ونسويها على النار. وهنا يا بنات انا حطيت معلقتين، معلقه زيت على معلقه سمنه، اي ماده دهنيه انت بتفضليها اشتغلي بيها. وسبت الطاسه لما سخنت جامد ونزلت بالفراخ بتاعتي. ليه؟ عشان الفراخ تحتفظ بالعصاره بتاعتها، ما تطلعش الميه بتاعتها، وتفضل جوسي وحلوه كده معاكي. وما تقلبهاش الا لما تبدا تعمل لون معاكي كده اهو، زي ما انتم شايفين يا بنات. دلوقتي عشان البصل بتاعي متجمد، انا هنزل بيه دلوقتي على طول. كان المفروض طلعته من بدري شويه، بس معلش بقى، انتوا عارفين النهارده اول يوم رمضان، والواحد مشغول جدا فيه اكتر من حاجه بيعمل. كل سنه وانتم طيبين، يا رب ينعاد عليكم بالف خير. حابه ما تعمليهاش بفراخ وتعمليها بجبن خالص، حلوه جدا. حابه تعمليها بجبن وسبانخ، بتبقى رائعه. جربوا يا حبايبي الوصفات دي، هتعجبكم جدا ان شاء الله. مش هنزل بقى بالخضار بتاعنا دلوقتي، انا هنزل بالتوابل. عشان ايه؟ الفراخ تشرب من كل التوابل دي وتبقى طعمها حلو. التوابل بتاعتنا كلها هننزل بيها في مره واحده. التوابل اللي هي من كل حاجه نص معلقه، بابريكا مدخنه او اي بابريكا موجوده عندك. عموما البابريكا المدخنه موجوده دلوقتي في كل المحلات. توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، بهارات لحمه، كاري. دي كل التوابل بتاعتنا، بس بتخلي طعم الفراخ خطير. ممكن تستخدمي الحشوه دي في ايه؟ في كل حاجه. يعني ممكن تستخدميها في حشوات كتيره جدا، ممكن نعمل بيها صينيه مكرونه تحفه. هسيبها كده لما البصل يفك كده ونرجع له. هنا يا بنات بدأ البصل بتاعنا يفك اهو. هننزل بقى برشه ملح. خلي بالك ان احنا مزودين جبن، فما تكتريش في الملح بتاعك. بالشكل ده. ودلوقتي هننزل بقى بالخضار بتاعنا، اللي هو فلفل حامي على بارد، فلفل الوان الموجود عندك، حابه تضيفي كمان جزرايه براحتك، وطماطمايه صغيره حابه تبشريها براحتك، حابه ما تحطهاش خالص براحتك. بس هي بصراحه بتدي طعم مسكر كده للحشوه وبتخليها جميله جدا. زي ما انتم شايفين الالوان، بسم الله ما شاء الله، تحفه. تنفع لايه؟ لحشوات كتيره زي ما قلت لكم. تعملي منها كمان صينيه مكرونه بتبقى خطيره، تعملي طواجن مكرونه، تعملي اللي يعجبك كله، بسم الله ما شاء الله، بتبقى خطيره الخلطه دي. دلوقتي احنا هنغطيها ونسيبها. لازم الفراخ بتاعتنا تستوي سوا كامل. ليه؟ لان الرقاق ما بياخدش سوا في الفرن، فلازم الفراخ بتاعتنا تبقى مستويه. وهنا يا حبايبي، عبل ما الحشوه بتاعتنا تكمل سواها، هنا جبت التشريبه بتاعتنا، حطيت عليها كوبايه شوربه، وحطيت عليها رشه فلفل اسود، ورشه ملح من المبهر اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، حلو جدا. وكمان حطيت معلقه سمنه كبيره. وهنحط هنا كمان رشه صغيره بيكنج باودر،
عشان تخلي الرقاق بتاعك ايه هشش وجميل كده. ونقلب كل التتبيله دي مع بعضها كده. التشريبه اللي احنا هنشربها للرقاق بتاعنا اهم حاجه تدوبي البيكنج باودر كويس اهوت بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده يا بنات. احنا هنا كمان جهزنا الصينيه بتاعتنا ودهناها كويس جدا بالسمنه. لازم تدهنيها كويس جدا بالسمنه، ما تحطيش من التشريبه ديت في ارضيه الصينيه، ليه؟ هتلزق معاكي وهتبقى مش حلوه. احنا بندهن الصينيه الاول، هي دي اللي بندهنها بالسمنه بس، ومعلقه سمنه هنا وخلاص على كده. ادي يا بنات الحشوه بتاعتنا اهي، بسم الله ما شاء الله، بعد ما خلصت زي ما انتم شايفين كده. وادي الصينيه والرقاق بتاعنا. حطيت نزلت باول رقاقه زي ما انتم شايفين اهو. انا عامله الرقاق بتاعي انا لسه خبزاه، عاملاه 10 رقاقات، يعني 5 تحت و5 فوق، يعني 5 في ارضيه الحشوه و5 فوق الحشوه زي ما انتم شايفين كده. وابدا اشرب بالتشريبه بتاعتنا اهي بين الرقاق وبعضه. احط على كل واحده معلقتين 3 زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. وارجع احط واحده كمان بالشكل ده. هخلص كل الكميه وارجع له. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، انا نزلت بالحشوه بتاعتنا زي ما انت شايفه كده، بسم الله ما شاء الله اهوت. وكمان هندي رشه الجبن، ودي خطوه اختياريه، لو مش حابه تحطيها براحتك، مش حابه تحطيها وكنبه. دي مش هتغير حاجه في الوصفه، يعني هي هتدي بس طعم ايه بالنسبه للي بيحبوا الجبن كده، هتدي لها طعم حلو. تنفع معاكي في العزومات، بتبقى خطيرة يا بنات، بتبقى حلوة حلاوة في العزومات وتشرفك كده. وطريقتها سهلة جدا والله. انا لسه عاملة الرقاق دلوقتي زي ما بقول لكم، يعني انا مش كان معمول عندي ولا حاجة اهوت. بدأت اغطي بواحدة كمان وهندي التشريب. ادي صينيه الرقاق بتاعتنا الخطيره يا بنات زي ما انتم شايفين كده. هناخدها بقى، انا ولعت الفرن وندخلها الفرن ونشوف بقى. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، انا حطيتها في الفرن اهوت. اما تاخد احس انها اخدت لون من الحرف كده ومن من تحت، ارفعها على الشوايه او اطلعها واقلبها. شايفين يا حبايبي صينيه الرقاق؟ بسم الله ما شاء الله، دي مش صينيه رقاق، دي فطير ما شاء الله. روعه روعه روعه. شايفين؟ انا طبعا سبتها اضطرت شويه عشان اعرف اقطعها، لان انت لو حباها مقرمشه حطها في الفرن التاني وما تغطيهاش. انا طلعتها وسبتها وغطيتها كده عشان تضطر، عشان اعرف اقطعها وما تبقاش بتتكسر معايا. بس هي خطيره يا بنات، خطيره. شايفين؟ والله ريحتها كانت قلبة الدنيا. شايفين يا بنات؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الحشوه؟ تحفه. بسم الله ما شاء الله عليها والله يا بنات، خطيره. اعمليها باي حشوه تعجبك. شايفين التوريقه بتاعتها وشايفينها عامله ازاي؟ خطيره خطيره بجد. جربوا صينيه الرقاق دي، وعملناها من البدايه. انا عامله الرقاق والله النهارده في نفس الوقت عاملاه على عين البوتاجاز. اعملوا يا بنات لاولادكم وحبايبكم. الطريقه سهله وبسيطه، وبتبقي مبسوطه كده وانت بتعملي الحاجه وبتطلع معاكي بالجمال ده، وريحتها حلوه جدا. تروحي تشتري كيلو الرقاق بقد كده والله كوبايتين دقيق عملتهم، ما خدوش مني حاجه. ميه انا حطيت معلقه زيت، ولو حابه تستغني عنها براحتك. وبس الجمال اللي انتوا شفتوه ده. يا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لام احمد لايك وشير. وكل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم بخير يا رب. سلام عليكم، بحبكم في الله. باي باي.